على جال المصلحه الشخصيه صح تاعهم. صح، ولكن تما كاين واحد العدو اللي بحال السوسه، دخل العظم ديال الجزائر مزيان وفهمتيني وتكاثر، وهذاك العدو ما يخرجش. يعني خاص الجزائر فريمون يتحرروا في العقل ديالهم ويفكروا شكون هو العدو الحقيقي وكيفاش يقاوموا هذاك العدو. حتى لدابا حنا كمغاربه ما شفناش ان الجزائر كتقاوم هذاك العدو الفرنسي، ما شفناش الجزائر قامت بشي وقفه ضد هذاك العدو الفرنسي، ما شفناش الجزائر كيطالبوا بالحقوق ديالهم من هذاك الشيء اللي طرا لهم من هذاك العدو الفرنسي. ما شفناش، شفنا الجزائر كأداة وظيفية للعدو الفرنسي في افريقيا. اخ كريم، انت على بالك باللي الاحرار والمعارضين والوجوه تاع النخبه تاع الحراك والمعارضين على بالك باللي تخفاو كامل ما كحتاو. على بالك باللي هنا في الجزائر تكتب كومونتير بالكونت تاعك الحقيقي، على بالك باللي تزادوا امي مروا لواحد القوانين، واحد باش يحكموا القبض على المواطنين ويقمعوهم، يقدر يدير لك اي تهمه مطاطيه يلبسها لك على اساس انك تهدد الامن القومي، تهدد الوحده الترابيه، تهدد احباط معنويات الجيش. اذا طه واحد كيتقطع عليه التهم. وما عندوش مشكل في لا كونيكسيون. ايه كنت كيبسوا لان شكون طه انت اللي كيتقطع عليه رايك؟ الصوت وما عندوش. شكون راه هذا؟ الحقيقه لانه غادي يطير لك لو كونت. انت طه انا راه كيتقطع عليه الصوت وما عندوش ان بروبليم دو كونيكسيون. دونك طه واش طالع بالكونت ديالك الحقيقي؟ نعم عندي ان دوزيام كونت. خويا صافي اوكي كملوا، سمحوا لي قطعتكم لان اذا اتها كيمشي وكيجي. راهم لا باش يتعرضوا لتضييق رهيب وقمع، ما كاش اللي يقدر يهضر ودا. انت تما لازم تفهم، كحر خصك تفهم هذه الجزائر. النقطة، تما غادي كيجوك هادوك الأندال اللي يجوا يسبوا ويطيحوا ويهضروا ويتهجموا على الإخوة في المغرب. خصكم خاوتنا المغاربة اللي راكم واعيين، ما تمشيوش معاهم في هادو، ما تكبروش رقعة تاع الفتنة. هذا ما كان، ماناش نقول لكم تدخلوا لنا في الشأن. خصك على الأقل إلا ما قدرتش توسمو ما تكبرش الفتنة. هذا ما كان، هذا واش نقدر نقول خويا. نفسر لك مانيش نقول لك انا دير لي هذا والمغرب. نعم قراتي الفيتا شي شويه، انا نفسر لك نقول لك شنو كاين. دابا انت ملي طلعتي لهاد اللايف اخي طه، بغيتي تهضر ولا بغيتي تعاون الاحرار ديالك، اول حاجه تهضر عليها، هضر على العدو الحقيقي ديال الجزائر. ناقش على بالنا به كريم. غنكمل لك طه الفكره ومن بعد ناقش. يعني هضر على العدو الحقيقي، فسر شنو خاص الجزائر كمثال، شنو خاصها دير. ما تهضرش على فلسطين، شي حاجه بعيده عليك طه، خليها بعيده. الا بغيتي الجزائر تحرر فريمون، هي كتشوف شكون اللي مسيطر على هذيك البلاد، واللي مسيطر هي فرنسا. شكون اللي داير الفتنه في افريقيا، شكون اللي داير الفتنه في شمال افريقيا؟ هي فرنسا، عن طريق الاداه اللي هي الجزائر، الوسيله اللي هي الجزائر. فهمتيني؟ هذه واحد، فهمتيني؟ هذه اللي نهضر فيها. ثاني الحوايج الفتنه طه كلمه كبيره. الفتنه هي اللي جيت انا كمثال، كاين الياس وكاين الملكه وفتنت ما بيناتهم لله في سبيل الله ولا لغرض عندي في دماغي. الفتنه خاي ديالي حنايا في هذا اللايف ولا ملي كتشوف الياس كيهضر ولا الملكه، هما في اطار الدفاع وفي اطار التوعيه. كاينه واحد البروباغندا، كاينه واحد الحمله كدايرها البلاد الجزائر على المغرب، وهما كيدافعوا. يعني ما دايرين لا في كيفسروا المغالطات اللي كيجيو كيمروها هنايا، ولا اللي كيحاولوا شي الفتنه. اي واحد من هذوك اللي يطلع ويهضر لك على الفتنه هنا، علاش؟ لان اللايف ناجح، كيبغيو يكراطيو الفيتاس نتاع اللايف، كيبغيو يدمروا اللايف، وكيبغيو اللايفات ديالهم هما اللي يطغاو. ما بين ما هذا اللايف هذا لايف توضيحي توعوي، لايف فيه مصداقيه. ما عمرك تجي لهنا وتلقى الياس يكذب عليك ولا الملكه تكذب عليك، جامي. ديما كيهضروا بالواقع وكيعطيوك هذاك الشيء كيف ما هو، يعني في محله بدون خداع. فهمتني؟ اما الفتنه هي اللي دايرها بلادك، ماشي بلادك. نقول لك هذيك الناس من الجزائر. انت كلامك كحر، كحر كانسان حر، طلع اخي ديالي وناقش العدو الحقيقي اللي مازال مستعمر الاحياء والاموات في الجزائر. كريم نسولك سؤال، بغيت نسولك سؤال انت كريم. هاد الفتنه هذه اللي صاريه في مواقع التواصل، هاد الفتنه
شكون هو الرابح الاساسي للفتنه هذه؟ حبيت انا نسقسيك انت جاوبني برك في هذا السؤال. انت سميها فتنه، انا ما كنسميهاش فتنه، انا ها كنسميها ها انا نجاوبك نعاود سولتيني نرجع هنجاوب. نعيد نصيغ السؤال تاعي. هذه الفتنه وقتاش عاود ظهرت للسطح، وقتاش عاود طلعت الفتنه هذه والخلاف اللي بين الجزائر والمغرب، وقتاش طلع وقتاش بان؟ قول لي برك نجاوب الخلفيات تاعو كطار. وقتاش بان. حنا نعرفوا نجاوب باللي في 14 نجاوب. الحسن المرحوم اللي توفى غلق امبوزا الفيزا على لي زالجيريان ما حقه لحمايه الامن القومي ديالو. ربي يسهل عليه. الجزائر اتخذت خطوه اكثر من هذا بغض النظر على جميع المخلفات والنتائج وكذا ومنا، وغلقوا الحدود. قال لك حنا هو امبوزا الفيزا، حنا نغلقوا الحدود 94 ولا 95. ما على باليش، مانيش ثابت من هذا الاشكال. من هذاك الوقت 2019 اسك كان كاين خلاف ولا كل واحد كان الله اعلم، كل واحد كان في حده، ما كانتش عندنا، ما سمعناش خلاص على هذه الفتنه. هذه الفتنه يخرج الجزائري يطالب يروحون عصابه. الله يجزيك تما الخير. لان الحوار في لا دقيقه. انت دابا سولتيه وكتجاوبوا على السؤال. هو الاخ كريم كيحترمك كيما احترم مبدا النقاش، فكيسد المايك ويخلي يجاوبك وكيعاود يسد المايك. فانت احترم اخويا، الله يكبر بك شويه النقاش، وخلي كريم يجاوبك. طرحتي سؤال خلي المغربي يجاوبك ومن بعد سير معاه في النقاش. ومرحبا بك طه، تفضل يا كريم. وي فاتي شكرا. الفتنه اخي ديالي في 2019 فين عاود بانت. شنو هما الاسباب علاش عاود بانت؟ كانت الاسباب متعدده. الاولى الاقتصاد ديال الجزائر اللي كان غادي للحيط. الثانيه الاعتراف ديال امريكا بالصحراء المغربيه، واللي ما نحتاجولهاش اصلا انها تعترف ما تعترفش، لان المغرب في صحراء والصحراء في المغرب ديالها. ولكن ملي حست العصابه بان البوليخاريو بقى لهم فوق القلب، تما بداو كيتحسروا، لان عندهم مشكل واحد ليهم، خاصهم ياكلوهم ويشربوهم ويلبسوهم، وخاصهم يعطيوهم الرشوه باش ينوضوا الخواض ويعطيهم السلاح. اذا كاين البوليخاريو، كاين الاقتصاد، وكاين التحالفات اللي كان المغرب غادي لها، وكاين فرنسا، لان كنقولها ونعاودها الجزائر راك تفسر الماء بالماء، ما تجبدش خليني نفسر لك ومن بعد ناقش معايا. وكاينه فرنسا اللي بدات كتمشي لها التريتوار ديالها في افريقيا، يعني بدات السيطره ديالها كتفقدها في افريقيا. يعني ملي كتفقدها خاصها تنوض صداع مع المغرب، خاصها تهجم على المغرب، خاصها تنقص من السيطره ديال المغرب. اول حاجه خاصها دير هي تبلوكي المغرب وتصعب المأمورية على الاقتصاد المغربي. الوغ 3 ولا 4 ديال الحوايج اللي كانوا طراو في 2019 باش رجعت هاد اللعيبه اللي كيخرج بها النظام ديالكم، اللي كيقول لك كاينه مؤامره خارجيه وخاصو يدخل فيها اسرائيل وخاصو يدخل فيها المغرب. هو اسرائيل عنده خوف، ماشي خوف من اسرائيل، هو عنده خوف من التحالف المغربي الامريكي الاسرائيلي، والتحالفات الجديده اللي المغرب تلاح فيها البلونصه فيها، والنهضه اللي كيشهدها المغرب اللي هي النهضه اقتصاديه وعسكريه. لان ما تنساوش بان المغرب دابا ولا كيصنع حتى الاسلحه. هادشي كله دار الرعب ونوض شعل العافيه في القلب ديال الجزائر. هذا هو السبب. ما جاوبتنيش لحد الان، ما جاوبتنيش على السؤال تاعي. شكون هو المستفيد من هذا كريم من هذه الفتنه؟ شكون هو نعم يروج لها؟ وشكون هو المستفيد منها؟ واخا هو يجاوبك ما جاوبنيش، هو ما عطاني حتى هو غيجاوبك. وانا على بالنا كامل الاشقاء كامل على بالي به. هو غيجاوبك كريم. مازال ما جاوبنيش. هذه هي النقطه اللي غنمشيو فيها في حوار واحد اخر. تفضل. وانت عارفوا فين باغي يمشي ياك؟ عارفوا فين باغي يوصل، ولكن انا نحطو في الطريق السكه اللي خاصو يمشي فيها. في 2019 طه كان المستفيد، كان يمكن يستفيد النظام الجزائري لمجموعه ديال الاسباب منها عسكريه. في 2021 ما بقيتوش مستفيدين. عرفتي علاش؟ لان المغرب تبدل وتحول جذريا، فهمتيني؟ كنهضر على اقتصاديا عسكريا استخباراتيا، فهمتيني؟ دابا حاليا عرفتي شكون اللي مستفيد السي طه؟ المغرب، لان التعزلات الجزائر عزله ما عمر تعزلات بحالها. هذه واحد. جوج،
الاستثمارات كلهم كيمشيو من الجزائر كيمشيو للمغرب، ولا كيرجعوا لبلادهم. هذه جوج. ثلاثه، المغرب من هذا التحالفات تحصيل ديالو. حاصل على بالنا به، مازال ما جاوبتنيش الاخ. هذا تحصيل لا حاصل. انا نجاوبك، انا كنجاوبك. انا بالنسبه لي كمواطن مغربي الحر الجزائري، انا ما سوقيش في بلادك، نهضر معاك نيشان، لان بلادك ما جاني منها غير الضرر. انا كنقول لك حاليا في 2024 اللي مستفيد هو المغرب، وما سوقيش شنو كيطرى الجزائر، لان هذيك سوقهم. الا جيت انا نرد البال ولا نهز الهم الجزائر غنفرع انا بلادي، اذا ما كتهمنيش. فهمتيني؟ حاليا شنو كنشوف واحد الجزائر اللي قريبه للاندثار، اللي العصابه كتقلب عليه، وهذيك العصابه بما انها باغا تخرج على بلادك، هذاك ما بينك وما بين بلادك. انا كانت كتهمني بلادي وكيهمني الطريق اللي غادا فيها بلادي. وغير المعلومات، راه كان الياس سول واحد السؤال الاخ اللي قبل منك، قال ليه الوزير الخارجيه الفرنسي شنو كيدير في المغرب كمثال، مع القطيعه اللي عرفها المغرب مده طويله مع فرنسا. الثانيه، الوزير الخارجيه، شوف ملي كتسمع وزير الخارجيه، شحال من وزير الخارجيه جا المغرب. وزير الخارجيه ديال الروسي اللي جا تقهوى في كازا، فهمتيني؟ علاش ما مشاش للجزائر؟ ياك هذاك فهمتيني، روسيا كما راك عارف روسيا، ولكن راه جا تقهوى في كازا، تما راك جا ارتاح في جاوبتني، كازا، راك جاوبتني. يمشي. كلام انا كبير، قلت راك لك جاوبتني. صافا، انت اللي كيهمك راك هو جاوبتني كلمه واحده. خويا انت كريم. كتهمك كلمات العصابه وما باغيش تفهم حوايج اخرى، وانا سي 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 ماشي سي, سي. مشكل. راك تقولني واش ما لا ما اقول. تفضل. انت راك جاوبتني. هاد الفتنه وهاد البلبلات وهاد واش هو يصرى كامل يخدم جهه واحده لا اكثر، يخدم العصابه البائسه التي لا تمثل الجزائر بابليس. وانت راك تمشي فيها، لان الشعب الجزائري الحر ضد يرفض بتاتا وجمله وتفصيلا. جميل. انا دابا غادي نسولك الياس سؤال. اخويا، راه صار الياس هنا في الجزائر. الياس ما خاصش. حنا على بالنا الاوضاع ما خليتونيش نكمل الفكره تاعي. لا الفكره ما خليتنيش نكمل. خليني ما نكمل نخليكش من اداب الحوار. خليني نكمل الفكره تاعي. لا حيت انت كتهضر على المنطق. ما خليتنيش نكمل الفكره ما كريم نخليكش، الاخ. لان انت باغي تدوز واحد اللعيبه ديال راه هاد الهضره، هاد النقاش هذا راه هو فتنه. هذا ماشي فتنه. شوف العصابه ديالك هذاك المشكل ديالك داخلي تفك معاهم. حنا بالياس الملكه ممكن كيدافعوا نعاودو على السؤال بلادهم. الا ما دافعوش هذيك البروباغندا ديال الجزائر كتطغى. حنا في معليش. 2019 كنا نميكو عليكم، كنا في معليش. 2019، معليش. ولكن دابا عندك. الاخ نعاود نصيغ السؤال تاعي. انا عندي لك سؤال. انا عندي لك سؤال. انا عندي لك سؤال الفكره يا اخي، انا عندي لك سؤال. تفضل. انا والملكه عندنا دابا اكثر من سنه وحنا كنديروا اللايفات، ربما سنه وشي اشهر. الله يبارك. تحاورنا مع الجزائريين بواحد العدد كبير جدا. قول لي، هذوك الجزائريين اللي كنتحاوروا معاهم واش هم طرف مع النظام ام شعبويين، شعب؟ ما عنديش فكره على الجزائريين اللي كتحاور فيهم، بيسك رانا جديد في هنا. ما عنديش بزاف من اللي عرفت تبعت لي لايف تاعك. عندي اون سيمان نفسها هكذا اللي سمعت لي لايف تاعكم. عاود نقدر نكمل الكريم الفكره باش ما تروحليش. وغا باش تعرف بان النظام ديالك صديقي، اذا انت كتسمي راسك حر، فالشعب الجزائري بأغلبية ساحقة يتبنى نفس الخطاب ديال النظام ديالك، وغادي في الطرح ديال النظام ديالك. خصك تعرف واحد الفكرة. خصك واحد الفكرة تعرفها. كي قلت النظام تاعي والجزائري اللي ميطلعوا، خصك تعرف واحد الفكرة انت ما على بالكش بها، تجاهلها. فهنا هنا على بالك باللي دياراس الجزائر دياراس خصو مبلغ ملايين الدولارات لمن لهذا الذباب الالكتروني اللي هضرنا. كنت نطلع عليه وكانوا يطلعوا عندك نسبه لا باس هذوك. جميل. قول لي الملعب اللي كان فيه جميل. انا معاك. ما خليناش نكمل الفكره، خليني نطرح. ما خليك والله بندوزوا هذه النقطه هذه. شوف انا معاك. اذا كان هنايا واحد 10,000 جزائري كلهم عملاء يا سيدي كاملين دي ار اس، انا معاك. 10,000 جزائري كله دي ار اس وما كاينش. قول لي
الملعب اللي كان فيه 40,000 واحد وهم كلهم يصيحون المروكي حيوان، أعطوه البنان. دارات ها الملعب ديال كرة القدم اللي واش كان ملعب كيمثل الجزائر؟ ملعب شحال يرفد؟ 50,000 40,000 60,000؟ 40,000 جزائري كلهم المروكي حيوان، أعطوه البنان. واش جزائريين ولا دائر آسي؟ هذه ليس حجة، لأن الجزائر فيها 45 مليون و40,000 لا يقاس إذا أنت لا دابا تخليني نهضر، اسمع. يعني دابا أنت في المواقع جزائريين ضد المملكة المغربية، في أرض الواقع جزائريين ضد المملكة المغربية، الخرجات ديالهم كلها ضد المملكة المغربية. أنت جيب لي مسيرة فيها 5 ديال الناس مع المملكة المغربية سيدي، وأنا غادي نسحب الطرح ديالي كله. شوف، انا غنتنازل على الملعب اللي فيه 40,000، وغنتنازل على مواقع التواصل الاجتماعي اللي فيها جميع اطياف ومكونات الشعب الجزائري، وغنتنازل على الاعلام الرسمي، وغنتنازل على القنوات، وغنتنازل على كل شيء اسيدي، كلهم داير راسي. انت جيب لي فقط مظاهره فيها 5 ديال الناس، سمعني يا طه، 5 ديال الناس جزائريين مع الطرح المغربي، ونزيدك انا نزيد نسهلها عليك طه، ما يكونوش مع المغاربه، يكونوا غا حياديين يا سيدي. ما بغيتهمش انا يكونوا معايا، انا بغيتهم غا يكونوا حياديين. مع العلم أن المظاهرات خرجوا في جميع أنحاء العالم للتنديد بواش يصرى في غزة. جزائري من القمع نسطر لك عليها 3 خطرات، من القمع والضغط اللي وصاري هنا في الجزائر. انت ماكش عايش في الجزائر، راك تهضر ما على بالكش بالوضع الوضع اللي عايشه الجزائري هنا. ما قدرش يخرج لي جينوسيد اللي ميصراو في غزه. يا هل ترى يقدر يخرج يندد على واش راك قلت لي؟ نجاوبك، جاوبني. جميل جدا. بمعنى ادق ان انت كتعترف بان مع العلم ما حتى خوك مغربي ما مات. وخليني نجاوبك، حادثه المغاربه على الاستقرار. خليني ما عجبتكش، انا نقول لك ماتوا ديزان دو ميلي ماتوا في غزه، ما قدرناش نخرجوا. خليني غنجاوبك انا ماشي مشكل. انا كيفاش نقدر نخرج باش نوقف معاك وندد بوش بالتهجم تاع الكراهله على المغرب؟ كيفاش نقدر نخرج؟ خليني نجاوبك. جميل. يعني انت تعترف بان الشعب الجزائري مغتصب في قراراته. الشعب الجزائري ليست لديه لا الحرية ولا الإرادة ولا حتى التعبير عن رأيه في مساندة الشعب المغربي. هو مازال ما فهمتش. وخليني نكمل يا صديقي العزيز، خليني نكمل. وحنا كشعب مغربي مضرور من النظام ديالك. إذا الواقع اش كيقول؟ الواقع يقول بأن الشعب المغربي من واجبه الرد والطعن في كل من يضرب في أركان المملكة المغربية، وأن احنا في يوم من الأيام حينما تتخلصون من هذه الأنظمة الاستبدادية وتكونوا شعب تستطيعون فيه التعبير عن آرائكم، ديك الساعة ممكن أن احنا نديروا الأخوة معكم. أما اليوم نجاوبك. أنا مازال كنهضر صاحبي، واش كتكون كتسمعني ملي كنكون كنهضر؟ تفضل. ما كنظنش انك تكون كتسمعني. انا نسمع تفضل. اما اليوم الاخوه ديالنا معكم هي مع وقف التنفيذ. حنا كنتسناو منكم بادره باش نتاكدوا بانكم اخواتنا. نهار تقدروا انكم تعبروا على الحب ديالكم لينا، حنا في داك الوقيته حنا معكم. واخا تفضل يا كريم، حنا في ذاك الوقيته حنا معكم. تفضل يا كريم كمل. وي الياس، باش نسهلوها على طه.
في فرنسا كاين تقريبا 7 حتى 10 المليون ديال الجزائريين. الا كانوا ما يقدروش يخرجوا في الجزائر كان بامكانهم يخرجوا في فرنسا ويندوا بهذاك الشيء اللي كيطرا مع المغرب، وبالخصوص انهم في الاوروب ولا في الغرب انهم كيقراو اكزاكتومون شنو كاين، ماشي دماغهم مغسول ولا الاعلام انهم مكونترولي بحال في الجزائر. هذه وحده. ثانيه، احنا شنو اللي شفنا حتى في فرنسا اللي فيها 7 حتى 10 مليون، شفنا ناس خارجه جزائريين كما قلتي كراغلا انت اللي قلتي ماشي انا، خارجين كيسبوا في المغرب وكيسبوا في المغربيات وكيسبوا في الملك. اذا باش يجي عندي شي واحد يقول لي لا راه حيت النظام ضاغط عليهم ولا طاغي ولا ما عرف شنو، هذاك الشيء بالنسبه لي انا اشاعات اطار، فهمتي؟ دابا شكون اللي فينا خصو يقدم اخ معليش خلوني نكمل، خلوني نهضر. شوف ليك هذا السؤال، شكون فينا خصو يعطي حسن النيه؟ واش حنا ولا نتوما؟ شكون اللي فينا خصو يعطي حسن النيه؟ معليش نراعي حسن النية. واش دوكا كاين زوج حلول، انك نهضر كمغاربه تمشي في المخطط تاع العصابه وتتعاطى مع السفهاء والفتنه هذه اللي هم روجوا لها في 2019 باش يفكوا الحراك وتركب هذا الشرديمه اللي راهي تحكم في الجزائر. كاين هذا الحل، ولا كاين طريق واحد اخر انك تتجاهلهم وتحاول انك تعطي نظره خلاف لذلك وتتهنى من هذه القضيه. نحن نهضروا بعباره اخرى، لا قدر الله وهذه العصابه الحاكمه اللي دمرت الجزائر وهجرت خيرة الجزائريين خدمة للأجندة الغربية والمصالح الشخصية، هذا الشيء ديما فقط. يا هل ترى لو كان تنشب حرب لا قدر الله نعرفوا الواقع المغربي وبلاد المغرب واش لحقت ليه الله يبارك، والبنية التحتية والإنجازات بخلاف الجزائر. يا هل ترى لو كان تنشب حرب بين المغرب والجزائر الآن باش نعطيك نقطة برك، الجزائر راهي تقدر تقول راهي اون فايت، هذه ما حتى واحد يقدر يختلف معايا أي حر. يا هل ترى لو كان تنجح هذه الفتنه اللي مدايرين وتمشي ولا قدر الله تصرى حرب، شكون الخاسر هنا؟ الشرديمه هذه اللي تحكم في الجزائر راهم كامل عايشين في الخارج، اللي ما عنده دو طرواز ابارتمون في 6 ارونديسمون سوا ديزون صارت حرب. شكون هو الخاسر؟ حنا الجزائر راهي اون فايت، شكون هو الخاسر هنا؟ اللي يمشي في هاد الفتنه اللي هاد الشرديمه مشاتها وراه تروج لها في المواقع اي تخدم الا جهه واحده. شكون هو الخاسر؟ جاوبني انت برك. سوا ديجا رانا خسرنا كي بدا التسلح من كلا الطرفين، رانا ديجا خسرنا. شكون هو؟ في عود هذوك الاموال. المشكل ديالك ما فهمش السياق ديال الاحداث. سمعني مزيان غادي نقول لك، سمعني. لو كنت فاهم السياق ديال الاحداث ما كنتيش غتوضع مقارنه ما بين الشعب المغربي او النظام المغربي والنظام الجزائري. ما قلتش النظام العزيز، وانت مشكلتك ما كتسمعش يا صاحبي، هذا هو مشكلتك. انا دابا عمري افهمني من بعد ما نقاطعك، افهمني، ما تقوليش واش ما قلتش. انت راك تقول النظام، انا قلت البلد بالبنيه التحتيه. ما تقوليش النظام لا يمثل الجزائر. صافي اسمع، انت ملي هضرتي على الاسلحه دابا اليوم المملكه المغربيه، انا اليوم من هذا الموقع اقول انا اطالب من المملكه المغربيه ان تتسلح باضعاف الاضعاف مما تتسلح به اليوم، لاننا في امس الحاجه لان نكون جنود مجندة بأعتى الأسلحة من أجل مواجهة الإرهاب والدول التي لديها أطماع في بلدنا. انت صديقي عندك اليوم 23 مليار دولار ميزانية تسليح، تتسلح من أجل من؟ شكون هو العدو ديالك؟ انت كجزائري هل تستطيع أن تجيبنا؟ هل لديك عدو؟ هل دولة الجزائر حدودها مستهدفة من شي دولة؟ هل هناك تهديدات من شي دولة واحدة أخرى؟
انا ضد هاد جميل. اذا انا نظامي وشعبي من البيت دقيقة، للشعب. خليني نكمل كلامي. انت قلتي بزاف ديال الحاجات، خليني نجاوب. اسمع، اذا انا نظامي وشعبي يعلمون يقينا باننا دولة مستهدفة، وهذا الاستهداف هو اللي مخلينا اليوم أننا نؤمن بأنه وجب علينا التسلح من أجل حماية وطننا والدفاع عن عرضنا وشرفنا. إذا هو تسلح من أجل الدفاع وليس تسلح من أجل الهجوم. أنت نظامك صديقي العكس بالعكس والعكس صحيح. النظام ديالك يفقر شعبه ويغتني هو من أجل شراء صفقات أسلحة فاسدة وشراء أسلحة مشبوهة ودفع عمولات في البنوك الأجنبية. أنت الطرحة ديالك في هذا اللايف خاطئ. أنت السي طه اللي جاي لعندي لهنا كتقول لي نحن ونحن خاطئ، لأن أنت لو كنت جزائري أنا نقول لك شنو دير. خصك تمشي تفتح لايف وتجمع فيه ولاد بلادك وتقول لهم ها ما لدينا وها ما لديكم، وتناقش معاهم وشوف الطرح ديالك واش صحيح ولا الطرح ديالهم غلط. حنا كمغاربه ميزانيه التسليح في الجزائر لا تهمنا. الشعب الجزائري يعيش معيشه رغده ام يعيش في فقر مدقع لا تهمنا. انت طه نقول لك علاش انت معارض للنظام ديالك. انت السي طه معارض للنظام ديالك نظرا لان الاوضاع المعيشيه ديالك اوضاع صعبه. انت ماشي مع المغرب، انت مع راسك. انت ضد ذلك النظام لانك تشعر بانك مستلب الحقوق في وطنك. انت ما جايش لهنا كتدافع عليا او جاي لهنا كتهضر لي بنطاق الاخوه، لا، انت تريد حلفا مع المغاربه من اجل الضرب في النظام، وهذا ما ارفضه انا رفضا قاطعا وباتا، لانني انا ماشي في الحاجه ديال معارض جزائري باش يجي ويعطيني الأحقية باش نضرب في النظام، لأن لدي من الأحقية والصلاحية الشيء الكثير باش نضرب في النظام ديالك. أنا عندي معه قضية، والقضية ديالي قضية عادلة. أنا ما مستعدش أنني ندير يدي في يد معارض جزائري، لأن لا المطالب ديالي هي المطالب ديالك ولا العقيدة ديالي هي العقيدة ديالك. ونزيدك، نهار تحسن الاوضاع ديالك ونهار تعيش في داكشي اللي باغي تعيش فيه ستقول انا لا شأن لي، انا مع نظامي قلبا وقالبا. هادشي دزنا منه، درنا معكم اتفاقيه صاحبي في 1972 وقعنا معكم ترسيم الحدود بالشروط بداكشي اللي خلى لكم المستعمر، وقلنا لكم ماشي مشكل. في 75 شنو درتو؟ تبنيتوا جماعة إرهابية يا صاحبي. يعني أنا طه، أنا وأنت طريقنا غير واحدة. لا أنت الوجود ديالك في هذا اللايف غير اسمع. لا دقيقة ما تقاطعش سامي ولا غادي نهبطك. أنا طلعتك غنخلي لك حق الرد، صبر. يعني أنا وأنت ما خصناش نكونوا في لايف واحد. لا أنا عندي طلبات بحالك ولا أنت عندك طلبات بحالي. انا وانت ربما عندنا عدو مشترك. انت في دماغك بان انا وانت عندنا عدو مشترك، وهذه اللي غادي نقولها لك. انت العدو ديالك نظامك الذي ياخذ ثرواتك. انا العدو ديالي هو في من يسير نظامك، هو في من وقع اتفاقيه من اجل سرقه الارض ديالي، هو في من يدعم ذلك النظام من أجل الضرب في الوحدة الترابية المغربية. الموضوع أعمق، الموضوع أخطر مما تتصور. انت إلا كان عندك مشكل في لقمة العيش، أنا عندي مشكل في أرض. انت إلا العدو ديالك واضح، أنا العدو ديالي مخبي. انت إلا عندك رئيس باين الحقوق والواجبات ديالو، أنا عندي نظام مستور مخبع، عندي شبح يدعم ذلك النظام من أجل أن يفعل هذا. فاهم الوضعية بيناتنا؟ يعني أنت إلا كان عندك طرح أنا ماشي ضدك، الله يعاونك. الأخ نسقسيك لا يتماشى مع هذا اللايف. الأخ كي قلت أنت باللي العدو ديالي
هو العدو ديالك. فين هو المشكل؟ مش الشعب الجزائري اللي هو المشكل تما، العدو راه عدو مشترك. شكون اللي جبد الشعب الجزائري؟ راك تهضر على الشعب، راك تهضر انت، راك عممتها أنا بالجزائر. أتحدث عن الغيبوبة التي أصابت الشعب لأزيد من 60 سنة. اسمع الشريف، اسمع ما لا تعلمونه أنتم. الشعب هو صناعة، والنظام ديالك استطاع لمدة 60 سنة أن يصنع شعبا. انتم طه اليوم مصنوعين من طرف أكاذيب الشعب. اليوم إلا مشيتي درتي مناقشة مع الشعب الجزائري وسولتي عن أحداث 1963 وحرب الرمال، ستجدهم كوبي كولي متناقلين. إلا مشيتي سولتيهم على الصحراء الغربية والأحقية ديالها، غتسمع وحدة من الزوج: إما دعم كامل للبوليساريو، إما خاطيني سياسة وأنا ماشي شغلي فيهم الله يسهل عليهم. لن تجد جزائريا واحدا يقول لك حتى وإن كان المغاربة ظالمون فأنا معهم، كما دعموني قبل 62 من أجل حريتي أنا معهم. علاش؟ لأن الجزائري مربي على واحد الحاجة، الجزائري مربي أن عنده النيف وما كركعش. الجزائري مربي على حاجه وحده، هو ان بلادو هي الدوله الوحيده اللي اليوم الشعب ديالها قادر انه يقرر مصير ديال جميع الدول العربيه والاسلاميه، وان جميع قرارات هذه الكره الارضيه تنبثق من الجزائر. اذا حدثت رياح في الجزائر فمعناه ان السياسه العامه في الدول العالميه ستتغير. هادشي اللي موروث عندكم صديقي العزيز. اليوم انتم طه عارفين حاجه وحده، هو أن الجزائر الشعوب تنظر إليها، وهناك نظرية المؤامرة فيها. اليهود يريدون تقسيم الجزائر. ما علاقة اليهود بالجزائر الله أعلم، المهم يريدون تقسيم الجزائر. نهضر حركة الماك، حركة رشاد، عدو داخلي. المروك العدو الكلاسيكي. علاش؟ لأنهم جيراننا ولدينا معهم مصالح اقتصادية، وهذه المصالح شيء عادي أنه يكون بيناتنا. نحن نريد أن تكون نحن الدولة الأولى في شمال إفريقيا، وأن نكون نحن المعبر. هذا هما المبررات ديالكم. لكن حروبكم مع المملكة المغربية اللا أخلاقية لا تتحدثون عنها. أنا ما عمرني شفت جزائري واحد طلع لنا قال أنا مع العداء الأخلاقي مع المملكة المغربية. لو كنتم تحاربوننا أخلاقيا، مثلا عقد اتفاقيات شراكة مع دول منافسة، تصدير ديال مواد ممكن أن المملكة المغربية كتعتبرها هي الأولى، أشياء من هذا القبيل. أما أنك تجيب جماعة تسلحها وتدخلها لبلادك من أجل تقسيم شعب واحد آخر وتدفع عليها كل ما أوتيت من مال وعتاد، هذه ماشي أخلاق، هذه لا أخلاق. شكون اللي دار هذا؟ العصابة هذا داره النظام وورثه كفكرة. هذا دارها النظام وورثه كفكرة لكل أطياف الشعب الجزائري. اليوم راك غلط. كل اسمع، الشعب الجزائري غلط. حتى من ضد البوليزاريو، اسمع، حتى من ضد البوليزاريو وانت انا كجزائري ما نعترفش بالبوليزاريو. جميل، انا نقول لك علاش. انا نقول لك انت راك تروج للبوليزاريو. انا غادي نقول لك علاش انت ما كتعترفش بالبوليزاريو. الصحراء المغربيه. اسمعني البوليزاريو هذه لا اسمعني. انا نقول لك انت علاش ما كتعترفش بالبوليساريو. انت ما كتعترفش بالبوليساريو ماشي حبا في المغرب، انت ما كتعترفش بالبوليساريو لانك تعلم يقينا ان تلك البوليساريو هي سبب الوضعيه المعيشيه اللي كتعيش فيها انت. طه لو كنت تعلم بان وضعيتك المعيشيه كتعيش في غناء وان دولتك كتدعم البوليساريو والله لن تتحدث. الياس خويا، علاش ما خليني نكمل فيك، خليني نعطيني حق الرد. اعطيني حق الرد. غير بلاتي اصبر على رزقك. اعطيني حق الرد نجاوب. خلي غير كريم يهضر وجاوب. خلي كريم يهضر وجاوب. خلي كريم يهضر. نمشي معاك بطريقه عكسيه طه، الا بغيتي تفهم بطريقه عكسيه. دابا انت جاي لهنا كتقول ما ديروش الفتنه، ما تجاوبوهمش، حنا احرار، حنا نتكلفوا.
انا هنجاوب. كاين جوج ديال الحوايج اللي تقدروا يداروا طاروا، جوج دو كورس داكسيون ولا بلان اوف اكشن، فهمتيني. الاولى نديروا بالري ديال السي طه، وتا حد ما يجاوب حيد اللايفات وخلي البروباغندا الجزائريه كتضرب وتقذف في المغربيات، كتضرب وكتكذب وكتدوز المغالطات على الثقافه المغربيه وعلى الملك، وزيد وزيد وزيد، يعني كتهدم لك في البلاد ديالك من الداخل. هذه واحد. شكون اللي رابح؟ رابحه الجزائر. الثانيه وهي كنظن طه الا خدمتي عقلك شي شويه، هي اللي دايرين حنايا، فهمتيني. عازلين لك الجزائر، فهمتيني، عازلينها مزيان. كاين واحد رياضه تكسير الاعظام خدامه، فهمتيني. كنضعفوا الجزائر من على برا. الدول ديال الخليج ما بقاتش عندهم مع الجزائر، الدول الاوروبيه والامريكان ولا حتى روسيا ما بقاش عندها مع الجزائر، الدول الافريقيه ما بقاش عندها مع الجزائر. الاقتصاد الجزائري كنهرسوا فيه بشويه بشويه، يعني كنعاونوك طه، فهمتيني. يعني انت كمعارض كحر، فهمتيني، جميع الظروف متوفره لك طه باش تخدم خدمتك ضد العصابه، لان العصابه هي المشكل نتاعك. اذا حنا من الخارج كنعاونوك، كنضعفوا لك هذيك العصابه، وانت من داخلها تخدم العصابه. يعني عادي، ما كون بجوجنا خدامين، واخا ما عندناش نفس العدو، لان حنا بالنسبه لنا ديك العصابه ديالك ماشي مشكل، حنا كنشوفوا مين العصابه، فهمتني. يعني خدامين في نفس لوبجيكتيف، في نفس الهدف. برد وتكالما وخلي اللايف، فهمتيني، غادي وفهمتيني، وشجع. انا في بلاصتك ننزل ونصيفط شي سبع لإلياس. اوكي يا طه؟ شوف، خلي هاد سامي هذا يهضر جزائري، تحاور معاه سامي، تحاور. خليني نكمل النقطه هذه باش ما تروحليش الفكره ومن بعد نتحاور. واخا سامي غنعطيك. عرفتي علاش طلعتك؟ عرفتي علاش؟ في اطار حق الرد. الياس، انت قلت باللي انا كجزائري عرفت باللي مانيش مقتنع بالبوليزاريو على اساس انها فقرت الشعب. لا، الدراهم هذوك اللي تصرفوا على البوليزاريو هذوك ما هم الا نسبه قليله مقارنه بوش بوتفليقه واحد يصرف 100 مليار تريليون دولار، تريليون صرف تما مقارنه انا كجزائري حر، وجميع الاحرار ما راحيش يختلفوا معنا. ما كان مقتنع بالاكذوبه تاع البوليزاريو على اساس انها انا مقتنع باللي هي اكذوبه صناعه تاع العصابه هذه البائسه اللي هي راهي تروج لها من السبعينات الى صحنا القول من السبعينات. علاش؟ للخلاف اللي صرا بين الجزائر والمغرب على الحدود واكسيتيرا في الستينات، تاع بين المرحوم واللي الله لا يرحم فيه عظم. لا اقبلوها. معليش تما حنا الجزائريين الله يرحم الجميع، اللهم ارحم الجميع. اكذوبه بوان بار، هذه هي. ما تقول لي ماشي حبا في المغرب، عندك الحق تقول. بالك انت شفت لي النيه تاع، طالعت على النيه ديالي. انا ما يهمنيش واش تقول عليا. حنا مقتنعين باللي هاد الاكذوبه ما خصهاش، وهاد الشريط ما خصوش هاد العصابه تبقى تمرر فيه على اساس تقول هو العدو الخارجي، وعلى اساس كاين وسائل واحده اخرى على اساس الماك، وعلى اساس ما كاش غير طه اسمعني، انا جاوبتك انت ما فهمتنيش. اسمع تما ما خليتنيش نكمل اسمع، نفس الهضره كتعاودها. اسمع خليني نكمل هذه وما نزيدش. غير اسمع هذه وكمل. شوف باش تفهم، اسمع. هاد البوليزاريو اللي كتهضر عليهم اليوم، حنا بالنسبه لنا ما عندناش فيهم مشكل. اعطيني سبب واحد يخليني انا اليوم نضرب في هاد البوليساريو ونعاونك عليهم باش يخرجوا من البلاد ديالك. اعطيني سبب واحد. انا البوليساريو اليوم ما عايشينش عندي في المغرب صاحبي. انا البوليساريو اليوم النظام ديالي ما كيخسر عليهم ولا ريال. يكفي انك تتحدث على هاد المشكله لاطاله العمر. هاد الى صح
صح التعبير وسميناها مشكله. يكفي انك تبقى تهدر في المشكله تاع بوليزاريو، يكفي انك راك تروج له وتبقي وتطيل في هذه المشكله اللي هي على اساس في الارض الواقع بالعكس ما انت توجد، دابا لأن كتمر المغرب راه باسط بالعكس انت السياده كتمر ديالو على الصحراء المغربيه. لا 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 انت كتمر راك تشكك لا 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 اسمع راك تشكك في الصحراء باللي ماشي المغاربه اللي راك تهضر، راك شوف تعطي لهم، هذاك فاهمك، اسمعني هذاك دعايه فاهمك غير يا صديقي، مدفوعه. اسمعني يا طه، اسمعني يا طه، اسمع هذاك فاهمك. اسمع، اذا انت كتقول بانني اشكك، فانا الحمد لله انا عايش في المغرب ديالي، المغرب في صحرائه وصحراء في مغربها، والبوليزاريو في تندوفها وتندوف في بوليزاريوتها. اسمع صديقي العزيز، انا ما عنديش مشكل في البوليساريو اليوم. انت اللي احتضنت جماعه ارهابيه واليوم انقلب السحر على الساحر. انت اللي اليوم كشعب جزائري كتصرف عليهم. انت اللي اليوم صديقي العزيز منطقه تصنف انها غير امنه بسبب تواجدهم فيها. انت صديقي العزيز اللي عندك مشاكل معاهم. انا كمغربي علاش كنتكلم عليهم؟ انا كمغربي اتحدث عليهم من الجانب الاول، من الجانب الجزائري. كنقول لهم هذوك الناس اللي معاكم اذا انتم مغيبون فانهم ياخذون من اموالكم، يفقرونكم ايها الشعب الجزائري. فهموها ولا ما تفهموهاش؟ دبروا ريوسكم، انا لا يعنيني. والحاجه الثانيه بالعكس، انا كنبغي نمدح الشعب الجزائري، لان دائما وابدا وغنعاود على المره الثالثه، اذا كان هناك شعب يحب المغرب ويحب الشعب المغربي فهو الشعب الجزائري. نعطيك دليل، انا غنعطيك الدلائل. الدلائل في سنة 1975 النظام الجزائري المبجل والشعب الجزائري الشهم الخلوق احتضن جماعة إرهابية وأدخلها إلى بلده وأعطاها المال وأعطاها كل شيء في سبيل أن ينعم المواطن المغربي في صحرائه. وكان هذا أكبر معروف فعله وفعلته الجزائر تجاه المملكة المغربية. اليوم سالت اللعبة، احنا اليوم كمغاربة نعلنها، سالينا. الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه. المغرب في 1975 نعم لم يكن يملك تلك الأسلحة الرادعة، وكنا كنحاولوا ما أمكن أن نحن نخرجوا بالقضية شوية بشوية. في سنة 2024 نمتلك من الأسلحة ما يردع البوليساريو ومن يحتضنها ومن يمولهم من الخفاء. اليوم صديقي العزيز عندنا دبلوماسية قادرة على دحض وعلى ربح كل المعارك السياسية والدبلوماسية مع أعتى الدول. اليوم حنا في موقف قوة. علاش أنا غنمشي وغنحارب معاك البوليساريو اللي عندك انت في تندوف؟ أنا حاربت معاك قبل 62، درتي معايا الحرب في 63. واش بغيتيني أنا دابا نحارب معاك البوليساريو باش انت نخرجوه في 25 26 دير معايا حرب؟ واش أنا مازال غنثق فيك؟ شريف فيق معايا شويه صاحبي. انا وانت سالينا المسانده لبعضياتنا، الله يخلف. فرقنا، اللي عنده شي مشكل حلو، والبلاد اللي فيها شي رجال ينوضوا يتقاعدوا. سالينا البوليساريو هذه. انا نخليك اخويا تهضر، هي كلمه اخيره نخليك تهضر، نخليك تهضر. البوليساريو هذه اللي كتكلم عليها كانت في واحد الوقيته تسبب مشكل لنا، اليوم اصبحت تسبب مشكل لكم. حنا سالينا معاهم. بالعكس، انا الا جاو قالوا بان نريد استفتاء حول هل البوليساريو انت مع ان تكمل او تنشئ دوله اسمها دولة تندوف، انا والله تنصوت ليهم. بالعكس انا داك الساعه نحاول ما امكن كيفاش ندير شي بادره ونجمع ليهم تبرعات من اجل بناء المنازل، نجمعوا لهم نبنيو لهم منازل، ما يبقاوش مخيمات.
لان صافي الناس ما بقاوش اعداء ديالنا في هذه اللحظه هذه. في هذه اللحظه هذه شكون هما الاعداء ديالنا؟ الاعداء ديالنا هما دوك الميليشيات اللي مازال كيتحركوا من طرف الجنرالات ديالكم. اما دوله اسمها تندوف نحن معها قلبا وقالبا، وانا ما عنديش مشكل معهم من هنا نقولها لك. وعندنا من الاسلحه ما يرضع الجميع. عندنا شي حاجه سميتها الدرون، وعندنا قوات ملكيه مسلحه. في 1975 ما كان عندنا لا اسلحه لا والو، لم تستطيعوا فعل شيء. اما اليوم في سنه 2024 نحرقوكم اذا فكرتوا، ماشي الا دخلتوا، الا فكرتوا دخلوا. تفضل شنو سميتك؟ سامي ياك؟ يلا تفضل اخويا. بعد اول حاجه هو قسم الشعب الجزائري، كاين احرار وكاين ماشي احرار. انا اصلا ما كنعرفش كيفاش واحد كيقول بانه معارض وهو يقسم الجزائر تقسيما. هذا اصلا من الانطلاقه ديالو ماشي انطلاقه. حق رد الله يعفو عليك اخي، سمعت من الكلام ما هو يضر، فهمت؟ انا سمعت الكلام ديالك وسمعت الكلام تاع الاخ هذاك اللي طلع، وهذاك الانسان انا نشوف الكلام تاعو خارج النطاق، يعني يضرب خارج الشباك. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، تكلمت في عده مواضيع بما في ذلك مشكله الصحراء الغربيه. انت تقول المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها، والان انت ما عندكش مشكل مع الصحراء الغربيه، انت ما عندكش مشكل مع الصحراء الغربيه، راهي للمغرب. هل الحدود المغربيه مكتمله؟ حاجه الاولى. نعم. الحاجه الثانيه، نعم. هل المغرب بلد محتل؟ جاوبتك هل مكتمل. المغرب بلد محتل او مستعمر؟ نعم جاوب. هو المغرب بلد جاوب. مستقل. اذا كان مستقل اعطيني تاريخ الاستقلال تاعو. اذا جاوب. كان مستعمر، كيف لبلد انك تقول يمتلك من الاسلحه ما يردع الاعداء؟ يعني انت تتكلم على خارج الجزائر وانك تقصد فرنسا وماش تقصد، وانت اسبانيا يعني فرنسا واسبانيا، يعني اسبانيا يعني شنو نقول لك انا مثلا، شغل اسبانيا والبرتغال لا تقارن بالقوى العسكريه الفرنسيه التي تملك الثامن النووي. اذا انت تقول نحن نملك اعدى الاسلحه واقوى الاسلحه، يا اخي المساحه تاع سبته ومليليه يعني تمثل جزء 1% من مساحه الصحراء الغربيه. انت لما تقول سالينا المشكل تاع الصحراء الغربيه سي بون، الحقيقه لما نشوفوا الامر الواقع، حقيقه المغرب يسيطر على الصحراء الغربيه حقيقه. تسمى انت ما عندكش مشكل، لماذا لا تتفرق الى المشكل اللي عندك؟ مشكل انه هو سبته والمليليه هي اراضي مغربيه باعتراف الجميع. وخلينا نزيد نعطيك بعض الاسئله، نزيد نكمل شويه باش ما نهربوش. اسمعني شويه باش ما نهربوش. مواضيع وما عطيتناش الحق نجاوبك على الموضوع. انت دابا طلعتي باش تتكلم، ولكن نجاوبك شويه بشويه. اسمع، سولتي السؤال الاول واش المغرب مستعمر ولا ماشي مستعمر. اسمع، نحن كمغاربه وهذا ما يهمنا، اننا نعلم بانها اراضينا تاريخيه حقا استرجعناها من طرف المستعمر الاسباني واننا نعيش فيها. انت من حقك تقتنع، من حقك ما تقتنعش. اول حاجه لان رايك لا يهمنا، ثاني حاجه لا وزن ولا قيمه، ثالث حاجه الصوت ديالك بالنسبه لنا غير مسموع. اذا ونفس الشيء بالنسبه للكلام ديالك اخي. معذره لازم نكون انا ما كنتكلمش عليك. الاختلاف ولا يفسد انا لا اتحدث عنك. انا ناقش معك موضوع، انا الكلام اللي حنقوله ولا نقنعك اخي. يا صديقي انا ما جبتكش انت كشخص، انا كنتكلم على الجزائر بصفه عامه. جزائر، انا الجزائر اليوم اللي كتخرج كتقول انا مع دوله مع شنو سميتها والله ما حافظين التسميه ديالها، راه عادي عندنا، مساله عاديه عندنا. كنقولوا بان الجزائر بالنسبه لنا هو صوت لا يسمع حتى في وسط الجزائر، ما ادراك برا الجزائر. يعني انت ملي كطلع لعندي لانك تقول لي هل انت محتل ولا غير محتل، انا ما كنتسوقش ليك. انت بالنسبه لي كلامك غير ماخوذ به. حاجه الاولى. الحاجه الثانيه تكلمت على سبته ومليليه. الياس، نعم شكون اللي كتكلم على هاد النقطة أخي إلياس ديال المحتل ولا عندك استقلال ولا ما عندكمش استقلال، غير باش ما نفوتش هاد الفرصة نجاوبوا هاد الأخ. المغرب راه ماشي كان مستعمر، المغرب وقع على عقد حماية، ومنين خرجت الحماية وقع على عقد الجلاء باش تخرج الحماية. ما كانش مستعمر باش ياخذ الاستقلال ديالو على حسب المفاهيم اللي كيسموها سبته ومليليه مستعمرتان اخي، سبته ومليليه مستعمرتان. ولا انا غادي نجاوبك. يلا تصنت. شوف
اول حاجه الصحراء الغربيه، وانا كنقولها غربيه بالعاني، واصر واذكر جميع الاخوان المغاربه اللي معانا، عمركم ما تقولوا الصحراء مغربيه، لا، الصحراء غربيه. كيف ما كنقولوا الريف وكنقولوا الشمال، قولوا الصحراء الغربيه، لان لدينا صحراء شرقيه ذكروا بها اولادكم واحفادكم من بعده. عندنا صحراء غربيه وعندنا شرقيه. اذا هاد الصحراء الغربيه اللي كتكلم عليها، اول حاجه كانت مستعمره وما كانتش محميه. الصحراء الغربيه تستعمرات من عندنا، اما الحمايه ما كانتش عندنا في ذاك المنطقه هذيك. في سنه 1884 وقع الاستعمار، احتلال المنطقه. ثاني حاجه سبتهم ليبيا. نعم، حنا للاسف عبر التاريخ كنا نقع ضحيه مؤامرات عده دول، ماشي دوله، ماشي جوج، ماشي ثلاثه. حتى في العهد الحديث كنا تحت مؤامرة ديال عدة دول، من بينها ميليشيات بوليزاريو فرنسا، الدولة الوظيفية الجزائر، وإسبانيا، كلهم تكالبوا على المملكة المغربية. عندنا صحراء شرقية وعندنا صحراء غربية وعندنا مدينتين و24 جزيرة جعفرية. هادو كاملين بغينا نرجعوهم. حنا اللي بغينا نرجعوا هادشي يا صديقي العزيز، ما حنا ما عندناش مصباح علاء الدين كن فيكون، لا، حنا كنا كناخذوا كل قضية على حدة. مشينا معكم الى اخر نقطة في الصحراء الغربية وخرجنا منكم الزيت ومن بعد غندوزو للصحراء الشرقية وغادي نرجعوها، وغنأمنوا الحدود الشرقية ديالنا من الخونة. من بعد عاد غنمشيو لاقصى الشمال، لان ما يمكنش انت دير حرب في الشمال وحرب في الشرق وحرب في الغرب. معليش اخي خليني نجاوبك باش ما تطيحش عليك، راه هضرت لا تسمع نجاوبني، صبر. معناه ان انت غتفتح 3 جبهات، وانا معني غنفتح 3 جبهات. انا خليني نركز في الجبهه الاوليه ونعطيها الدق مزيان، وملي نسالي معاها العمر طويل، ما درتهاش انا، يديرها ولدي، ما درهاش ولدي يديرها حفيدي، والحياة طويلة. المهم ان الثأر ديال المملكة المغربية ما كيمشيش وما كينعزلش. العكس ما بيني وبينكم هو ان احنا نقول لدينا مدينتان مستعمرتان وجزر جعفرية. انت إبيزا وكابريرا كتعرفها؟ نعرفها كابريرا بيان سور نعرفها، وفي الدستور. شوف يا اخي، شوف انت تتكلم على امور، شوف انت تتكلم خارج النطاق. انا عطيتك سؤال انت تهرب من الجواب. انت دوكا ذكرت لي الصحراء الشرقيه، شوف قالت لي الصحراء الشرقيه، وانا نتحداك، من هذا المنبر نتحداك، نعطيك 5000 سنه اخرى، 5000 سنه اخرى الى حرت سبتهم ليا، ها نقول لي تفو على وجهك. والصحراء الشرقيه اللي تتكلم انت عنها اللي هي الاراضي الجزائريه المحضه، والله الذي لا اله سواه، اقسم لك بالله وانا اعي ما اقول، لو مليمتر واحد مليمتر. شوف انت كشخص تتكلم، النظام ديالك يعني هو يعني النظام ديالك يعني يتربص يعني اكثر منك انت، يعني هذه اللهجه انت اللي تتكلم بها انت يعني تبان ضعيف مثلا بالنسبه للنظام تاعك. انت السيستم تاعك قادر، لو كان قادر على احتلال الجزائر وضرب الجزائر لضربها، ولكن عسكريا يعني لا يمكن ان تتخيل ان القوه العسكريه الجزائريه تساوي القوه العسكريه المغربيه. يعني فذلك روح للاحصائيات العالميه، روح للجروب مش، لانه كل مقتنع ان النظام ديالك لو كان قادر على استرجاع أو ما يسمى الصحراء الشرقية التي أنت تتكلم عنها لفعل ذلك منذ جميل. ولكن لن يستطيع. صافي اسمعنا خلينا نجاوبك. اسمع، اول حاجه انت قلتي 5000 سنه على اساس ان انت دوله عندك 7000 سنه. انت صديقي العزيز مجرد دوله عندك 60 سنه. في هاد 60 سنه التاريخ ديالك قد هكا. يعني انت ملي جيت تتكلم معنا حنا مليون شهيد وانت ما عندكش شهيد ولا معلم في اي ولايه. ودابا حنا غادي وشوف هذا ماشي حوار صديقي. شوف هذا ماشي حوار. الا انت طالع لي هنا تبقى تدخل ليا في موضوع تخرج ليا في موضوع، خليك مركز. حنا دابا كنهضروا على الحروب والصحراء الشرقيه. اسمع،
ملي تطلع وتقول 5000 سنة معناه أن أنت دولة عندك سنوات وأنت تشاهد الحدث، أنت حديث الولادة، أنت بالنسبة للعالم تعتبر بيبي رضيع، أنت بالنسبة للدول تعتبر من بين الدول اللي ما زالت دول من طفل، ما زلت تحت الرعاية، وأنت عارف الرعاية ديال من. إذا تكلم على قدك باش ممكن تواصلوا أنا وأنت. الحاجة الثانية، قلت بأن عندك جيش قادر ومصنف ومع شنو مع شنو. اسمع صديقي، جيشك المصون مع حفظ الألقاب لم يستطع تأمين موكب ديال رئيس قام بزيارته. شوف انت الضعف ديالك، انت الجيش اللي كتطالع كتكلم عليه لا يستطيع تأمين حرائق الغابات اللي النظام ديالك كيخرج وكيقول بأنهم بفعل فاعل. شتي جيشك الفحل، جيشك الكبير والمصنف لا يستطيع حتى مراقبة الوحدة الترابية ديال بلاده. نزيدك حاجة واحدة أخرى، انت في العشرية السوداء صديقي العزيز من قتل أزيد من 4 مليون جزائري؟ الجيش الوطني الديمقراطي الشعب الجزائري قام معه بالمصالحة. فهمني كما يقصد لك؟ يعني انت ما عندك حروب نقولوا مثلا انت طالع مقصح قلبك لان امجادك في الحروب تاريخيا ما كايناش، ما عندك دابا شي احداث سياسيه كتدل بان جيشك متمرس وهو يعتبر من اعتى الجيوش نظرا لما قام فيه في ما كايناش. اذا هاد الصلابه اللي انت طالع كتكلم بها مجرد صلابه ديال طفل في مقتبل العمر. انا كنسميه طفل لان انتم جزائر برمتها دولة حديثة، فأنتم أطفال تصيحون وتتألمون وتبكون ملي كيكون عندكم ندرة في الحليب كالأطفال الصغار. فاليوم صديقي العزيز ملي تجي تتكلم معنا على القوة، أنا نذكرك القوة اللي كتكلم عليها احنا ما نجربوهاش اليوم، احنا جربناها مع العثمانيين حينما كانوا يستعمرونكم وحاربناهم، وجربناها مع الفرنسيين ملي كانوا كيستعمروك وحاربناهم. معناه أن أبواك وأجدادك قاموا بمحاربتنا. غتجي انت دابا طفل صغير وغتكبر عليا انا. دابا انت كطفل صغير تنظر الي بنفس المنظار تشوف فيه. اسالوا اخي انت اهل تتكلم العلم على تاريخ، انت تحكي انت الياس مزيان مزيان انت هادشي اللي قلتيه الحاضر الياس تاعك. باش نكمل هاد الهضره اللي قلتيها وديها الياس. دقيقه اخي كريم، وهذا دقيقه اخي كريم، خليني نردو. دقيقه نعقب. سامي خليك يكمل لك ونعقب. خذ التعقيب ديالك كامل، خذ التعقيب كامل، تفضل لك. كما قلت يا ودي السي الياس، والله يرضي عليك، الله يرضي عليك في الهضره ديالك. كاين واحد الهاشتاغ اللي مخرجينه المغاربه، رساله لوزاره الشهداء في ايالات الجزائر، الصحراء الشرقيه قبل ما سبتهم ليليا، باش نفاريوها ونوضحوها ونساليو معها. الصحراء الشرقيه قبل ما سبتهم ليليا، هذه رساله واضحه لوزاره الشهداء في ايالات الجزائر. ثاني ديال الحوايج، انا الجيش ديالك الماسون المغوار انا نعطيك انا 10000 سنه الا قدرتي ترجع الجماجم ديالكم في راسك 10000 سنه. اذا الجيش ديالك خاصو يكون راجل، وفي الظرف هذه المده هذه 10000 سنه خاصو يرجعهم. ولكن غنعطيك 5 سنين الى ما نداطرشيش، الى ما الجيش ديالك نداطر 5 سنين بالضبط. اوكي تفضل. لا تفضل الاخ سامي. حاول تضبط الاعصاب ديالك سامي لان حنايا كنتناقشوا. حاول تضبط الاعصاب ديالك. السلام عليكم اخي الياس بعدا والملكه والاخوه اللي معنا. مرحبا اخي، تفضل نسولو غير سؤال اخويا الياس. تفضل خذ راحتك. تفضل. موقف النظام ديالو من سبتهم ليليا، واش كيعتبرهم محتلتين او لا؟ نعم في سنه 2002 ياك؟ لا غير مؤخرا، غير 2021 هي الاخيره كاع، ما نمشوش ليه كاع بعيد حنايا. غير نعتبر شوفوا النظام ديالو شنو اللي كيعتبر اخر مستعمره في افريقيا، واش سبتهم ليليا ولا الصحراء الغربيه؟ نعم واخ سامي تفضل. ها انت جاوب الناس، ولكن جاوبهم باسلوب حداثي، جاوبهم بمعلومات، جاوبهم بشي حاجه، قول لهم في سنه كذا وكذا وكذا قام كذا وكذا وكذا، شي حاجه بحال هكا. نعم ادريس الاكبر 2002 جزيره ليلى، ولكن كان نفس التعبير. عموما
سامي حيد المايك، حيد المايك اخويا وجاوب. تفضل، عندك بزاف ديال الاسئله، عقب، خذ راحتك نشوفوا المستوى باش ناخذوا انا نتكلم معاك بطريقه محترمه. انت تقول دوله فاتيه صغار وحنا حاربنا جدودكم، وفهمت انت لما تتكلم على شاهد ولا تتكلم على مجاهد لازم تحترمه. هذه الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه لما تتكلم على شوف سامي اخويا، سامي انا اسمح لي، ولكن قهمتونا بجديمه شهيد، الثوره، الشهداء، الارض حاربنا عليها، خرجنا فرنسا بالدم. انا ما جبتش ملك، انا ما جبتش. عرفتي راه ديال المصير. عرفتي انا على ما هضرت بلاتي واحد الدقيقه، بلاتي واحد الدقيقه نهضر مع الملكه. عرفتي على ما هضرت ليها انا هضرت لها على معركه واد اللبن مع الاتراك، ما هضرتش انا على الشهداء الجزائريين، وتكلمت ليه على معركه اسلام مع الفرنسيين. واش معليش باش نصحك واحد النصيحه. انا غادي نحبس انا مقبيله ونسد المايك. انا غنزيد نسد المايك لانني والله عندي ما يدار. انا مع الياس غير في الكاس، راه عارف الياس شنو كاين. الاخوان اللي ما جاوبتكمش بعدا ملي طلعتوا اسمحوا لي، والله ما سمعتكم، ما كنتش في التليفون. السلام عليكم اجمعين. سامي وعليكم السلام ورحمه الله. نعم. باش نعرفوا مجريات الحديث. هذه القضيه ديال الشهداء، خليوا الشهداء في قبورهم، خليوا الشهداء عند ربهم. اذا انت ماشي انت البلد الوحيد اللي عندك الشهداء، جميع بلدان العالم لها شهداؤها حاربوا من اجل ارضهم، ماشي بوحدك. اذا انا اللي كنكرهه انا هو ان كل جزائري كيطلع عنده حاجه وحده اللي كيفتخر بها: الشهاده. ماتوا، جبنا الارض بالدم، فرنسا خرجناها بالدم، انا جدي شهيد، انا ولد عم جدي بويا شهيد، انا يا عدوزتي باها شهيد. بركه ما درتوش شي حاجه اخرى تباهاو بها من 1962 الى يومنا هذا. شي حاجه اخرى نسمعوكم قلتوها، تنوضوا تقولوا لنا عندنا اكبر برج في افريقيا، عندنا اكبر مول في افريقيا، عندنا اكبر طرق السيار في افريقيا، عندنا اكبر المشاريع في افريقيا، بلادنا تطورات والبنيه التحتيه زادت لقدام وفرقعات افريقيا. انا جزائري اليوم كنسوق المازيراتي، انا جزائري اليوم دراهمي هما اللي طالعين في افريقيا. هادشي ما عندكمش زعما شهداء في الماضي. اختي معليش نقول لك حاجه. نحن الشهداء تاعنا نفتخر بهم، وحنا نحن انا كشاب سليل الشهداء والمجاهدين. مش نقولها لك انا في بلادي حنا عندنا هذه عقيده. واحد. الحاجه اثنين، لما تقولي لي انت في افريقيا، انت لما تتكلمي على المغرب ماهوش السويد، يعني تروحي تشوفي المغرب ولا تروحي تشوفي الجزائر بحال اختي، فهمتيني؟ نفس الشيء. واش عندكم في المغرب كاين هنا في الجزائر. جوست نتوما عندكم بالك، نقول لك انا عندكم نتوما طفره فيلافيه. انت ما خاصكش تكون بحال المغرب. ها المشكل. شو دابا حنا كمغاربه حنا عندنا مصالحه مع الذات، الا وهي شنو؟ الجزائر اليوم ما خاصهاش تقارن راسها مع المغرب ببساطه. قارنا راسنا بكم اختي. انا نشرح لك لماذا. لانه دابا شوف قلتي نتوما عندكم اكبر طريق سيار، هل المغرب عنده اكبر طريق سيار؟ لا. راه هذه هي المصيبه. واسمعني الله يرضيك. تشوفي دوله جنوب افريقيا، تشوفي دوله نيجيريا. واسمعني دابا انت هذا هو المشكل اللي كدير. المغرب ما عندهاش، اذا انا مزيان. المغرب الا ما كانش في هذه القضيه اذا والله ما سامعين بكم حنا اختي. انا والله ما سمعت. اسمعني اخويا، اسمعني. وانت دابا كتجبدني انا اسمع سامي انا سمعت سامي. ما تضيعش لي الوقت، الله يكبرك. بقات لي نص ساعه ديال المكان. اسمعني اسمعني، حل معايا ودنيك، لان ربي خلق عندنا جوج ودنين وفم واحد باش نسمعوا اكثر ما نتكلموا. انا من قبايله وانا كنسمع لك. اسمع سامي، جزاك الله خيرا. راه انت دوله بتروليه، عارف من معنى دولة غازية بترولية في شمال افريقيا؟ يعني ثروات ديال الذهب الاسود تحت يديك وتحت رجليك. ملي كنجي انا كنقول انا خير من المغرب في هذه الحاجه، هذا راه بطبيعه الحال تقليل منك انت كجزائري. خصك توعى، انت خاصك تكون احسن من المغربي، واحسن من التونسي، واحسن من الليبي، واحسن كذلك من الموريتاني. انت اليوم الموريتاني احسن منك. انت اليوم غادي كدير اتفاقيات مع موريتانيا من اجل السمك. تخيل، السمك يا اخي. نزيدك اليوم تونس اللي كتعاني اليوم، وكذلك المعيشه في تونس احسن منك، لان تونس ما عندهاش الطوابير وما كتعتبرهمش اسلوب حضاري، باش نكونوا واقعيين. هذيك اللي كتسميها انت زنقه في الجزائر عايشه احسن منك.
اليوم المغرب ما عنده لا غاز لا بترول، عنده الحمد لله الثروات ديال الفلاحه، وعنده الثروات ديال الصيد البحري، وعنده الفوسفات. ولكن هاد الثلاثه ديال الثروات ما كيتقدروش بنفس الثروه اللي عندك انت، زياده على الحوايج اللي باقي ما نقبتيش عليهم، والارض عندك شاسعه وواسعه. باقي معادن ما لقيتيهمش انت الى يومنا هذا، خاصك تنقب باش تجبدهم، مازال ما عندكش، ما عارفهمش. وانتوا فاش لاهين في البوليزاريو، تحرير اخر مستعمرات شمال افريقيا حسب النظام الجزائري. يا اخي راه التغيب اللي دار لكم النظام خلاكم انكم تشوفوا راسكم وتقارنوا راسكم مع المغرب. ما تقارنش راسك مع المغرب. اليوم انت بهاد الثروات اللي عندك وكيبقى المغرب احسن منك، كيبقى المغرب البنيه التحتيه ديالو زوينه، كيبقى اول بلد في افريقيا ورابع بلد عربيا في المؤشر ديال الحياه، جوده الحياه. انت فين هي جوده الحياه؟ انت خصك تكون احسن مني في جوده الحياه. انت خاص تكون عندك البنيه التحتيه احسن مني، خاص يكون عندك التعليم احسن مني، خاص يكون عندك النمو الديموغرافي احسن مني، خاص تكون عندك قطاع الصحه تقارنه بدول الخليج. انت ما عندك والو، انت عندك الله شاهد وجلس نجاوبك معليش. وامن بداكشي اللي عطاك سيدي ربي، وقول الحمد لله وبوس يدك من اليمين ومن اليسار، وقول لا اله الا الله محمد رسول الله، دعيناهم الله اللي خلاو لنا الثروات ديالنا. البوليزاريو اليوم عايش احسن منك انت في الجزائر. البوليزاريو ما كيديوانيش طوموبيلتهم اللي كيدخلها. اختي كيعبك البوليزاريو كيستافد من المنحه دراسيه اكثر منك انت اللي مول اصل الارض. اختي تتكلمي من وراء باش ترجع الى اسمحوا لي على التدخل. لسان الطير شنو السؤال نجاوبك قبل ما تروحي، نجاوبك قبل ما تروحي. شنو هو الجواب ديال لسان الطير؟ شنو السؤال ديال لسان الطير؟ ما تكلمي معليش، حنجاوبك انت على الكلام، حنرد عليك على الكلام اللي قلتي. انت قلتي دوله بتروليه، انت قلتي الجزائر دوله بتروليه ولازم خاصك تكون وخاصك تكون وخاصك تكون. نعطيك مثال برك، انت جبتي دول الخليج وانا نحكي. اولا السعوديه هي اكبر دوله بتروليه في العالم. انا قلت لك غازيه وبتروليه. معليش غازيه وبتروليه وعندها معليش البترول، ونقولوا معليش المواد الطاقويه. واليابان تفتقر صفر مواد طاقويه. يعني حتقارني السعوديه مع انت المجتمع السعودي هو يعيش كالمجتمع الياباني، ولا التطور الحاصل في السعوديه هو نفس التطور الحاصل في اليابان؟ هذه نقطه جميله جدا. اجي نقول لك باش كتمتاز. واخا هذه نقطه ضدك ولكن راه ضدك مش ضدي ضدك. واخا باش كتمتاز اليابان؟ انت تتكلمي على المغرب وكانك تحكي على السويد. وانا كنحطها غير في مقارنه، فهمتي؟ تحكي على الطوابير تاع الحليب امالا. انا ما كنحكيش على الطوابير ديال الحليب. لا ما تدخلنيش في هادشي. لا ما تدخلنيش في هادشي، ما تدخلنيش في الطوابير وداكشي، ما تدخلنيش فيه. هاد المعيشه ديالكم معيشه ديالنا. انا قلت او جلوبال. فوالا الياس، انا تكلمت معاك او جلوبال فين خاصك تحط راسك. واخا باش كتمتاز اليابان الخوت؟ واحد يكتب لي لتحت باش كتمتاز اليابان. اليابان كتمتاز بواحد الحاجه، شنو هي؟ النمو الديموغرافي. النمو الديموغرافي هو الاول، اليد العامله. برافو عليك. انت في افريقيا اكثر عدد ديال النسمه 45 مليون جزائري، يعني 45 مليون عقل. اش درتي؟ اليابان خدمت اليد العامله والعقل ديالها والصناعه وقدمت راسها. اليابان راه عايشه في 2050 الشريف. بون انا غادي نكمل، نخليكم الياس تكملوا. اوكي واخا. الصناعه والنمو الديموغرافي الادمغه. اسمعني يا سامي، غتكمل معنا في الموضوع اللي كنا كنتكلموا فيه. خرج من هاد عندكم وعندنا وهاد التخربيق هذا. لا ما قلتش لي عندكم وعندنا الياس، انا قلت ليه غير باش يبدا يملي يجلس مع راسو ويفكر، فهمتي؟ نعم. هو اللي طالع كيتناقش مع مغربي خصو يفكر. نعم. يعني باش ما يهرب ليناش الملكه، باش ما يهرب ليناش من الموضوع. صح، جاوبني يا سامي، الموضوع اللي كنا كنهضروا فيه جاوبنا عليه. تفضل. تكلمتي على سبتهم ليبيا، قال لك لسان الطير جيب لينا الموقف ديال الدوله ديالك من سبتهم ليبيا. تفضل. واخا يونس. واخا ما عرفتش فين مشى هذا. يونس تفضل، عندك شي حاجه خويا؟ وي خويا، غير باش نختصر لانه هضر بزاف. هو كيهضر على المشكله انه نتحداك على الموضوع ديال الصحراء الشرقيه كانه هو اللي داها. هو غير ورثها على هذه الاولى. المشكله ديالنا مع الصحراء الشرقيه مع فرنسا ماشي مع الجزائر.
اختي الملكه قالت على شي مواضيع ان على حساب الشهداء وما تهضرش على الشهداء. اختي هما الهدف ديالهم هي التجار ديال الشهداء كيتاجروا بها كما